السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقاطعة ثم المقاطعة ثم المقاطعة. لو انتوا مش قادرين تعملوا اي حاجة، قلنا احنا كل واحد يعرف دوره. دوري انا اولا الدعاء، والدعاء من القلب، الدعاء باليقين ان النصر جاي. تمام. المقاطعة تاني حاجة في اليومين دول بقى الاجسام المضادة. عارف انت لما تحس ان انت يعني ايه بتقول حاجة وفجأة يطلع لك حد عايز يقول ضدك عشان مجرد ان هو مش عارفة بيبقى ايه الهدف. طالعين اليومين دول في ايه بقى؟ بيدقوا على الحتة الحلوة اللي فينا، المصرية اللي فينا، اللي هي الحتة الرومانسية، الحتة العاطفية، الحتة اللي على الجنب الشمال، ولادنا. طب احنا لما نعمل مقاطعة مين اللي هيخسر؟ دول ولادنا. طب الناس دي كلها فاتحة بيوت يا جماعة، هياكلوا ويشربوا منين؟ لا والله، لا والله هياكلوا ويشربوا. طيب تعالى معايا تاتا تاتا. هنقول ايه بقى؟ هنقول كل واحد بيجيب من بره حاجة علشان يفتح مثلا مشروع هنا، زي مشاريع اللي احنا بنقول عليها المقاطعة، المحلات الكبيرة اللي هي بتاعت الأكل. مش عايزين نذكر أسماء بقى بعينها واحنا أذكياء هنلمحها وهي طايرة. علشان ايه بقى؟ علشان الفيديوهات بتتحذف. الباشا ده بقى اللي بيروح يجيب لنا العلامة التجارية دي ويجي يفتح بدل الفرع 1000 فرع هنا في مصر بكل محافظاتها وفاتح في كل أنحاء العالم. الفرع ده يا باشا اللي انت فاتحه والعلامة التجارية اللي حضرتك جايبها وفاتح هنا وشباب بيشتغل وكل حاجة، بس ده انت أرباحها مش ليك لوحدك. أرباحها مش ليك لوحدك، أرباحها لازم يكون ليهم جزء فيها. بيقولك ايه؟ انا هديك اسم العلامة التجارية بتاعي، هديك اسرار المهنة، هديك سر الخلطة. انا مش عارفة خلطة ايه اللي لها سر لحد دلوقتي والله العظيم. ده احنا تعالوا المطبخ كده، عندنا مصريات كل اسرار المطابخ عندنا. كل الدول العربية بتطبخ حلو واكلهم حلو، وكل دولة ليها ميزة في اكلها وطعم وبتاع. سر خلطة ايه؟ اللي بيحطها على رقبتك كده، بيحطها على رقبتك كده طول الوقت علشان ياخد منك جزء من ارباحك اللي انت بتكسبها. طب يا عم، ما هو انا لما هسيب، يلي بتقول تعالى معايا تاتا تاتا كده، لما انا هسيب المحل الفلاني واعمل عليه مقاطعة مش هشتري منه، اللي بقى غالي قوي، وقبل موضوع ده، قبل موضوع فلسطين ده بكم يوم وكم يوم، والله العظيم حاجات بسيطة شايفة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى كل السوشيال ميديا. ايه وانا ليه اجيب كم ساندوتش قد كده وادفع معرفش 500-600 جنيه ليه؟ على ايه؟ هما بيعملوا ايه؟ احنا هو انت علشان الغلا تقاطع، لكن علشان الجزء اللي بيتخصم من سندوتشك اللي انت بتشتريه وفلوسك اللي انت بتدفعها، الجزء ده بيتخصم، بيروحوا يدعموا بيه مين؟ الهبة. بيدعموا بيه الهبة. انتوا فاهمين طبعا. طيب إيه انت هت اسمها ايه؟ والله الواحد دمه محروق، يعني حاجة كده جواه نار جواه، ربنا يرحمنا. انت هتقاطع علشان الغلا اولى، ولا تقاطع علشان اللي بينزف من الساندوتش اللي انت جايبه؟ انهي اولى؟ طيب انت لما هتقاطع المحل الفلاني علشان بيدعم الهبة، طيب ما انت هتروح لمحل مصري في عمالة مصرية، اكل مصري بتاع بلدك، بيدفع ضرايبه لبلدك، مشغل عمالة ما شاء الله. لما يلاقي عنده كم بقى رهيب من الناس، بدل ما يبقى عنده محل يبقى عنده 2، يبقى سلسلة، يبقى انت عملت ايه؟ شجعت بلدك، شجعت منتجات بلدك. والله البدائل كتير على قفا من يشيل، البدائل بالهبل. يعني ان قطعت منتج كده معين، البديل بتاعه موجود بسم الله ما شاء الله، مصري 100%. او اي بلد عربي بتصدر منتج معين، على عيني وعلى راسي اجيب منه على طول. لكن هي ما وقفتش على ده،
ها، الحملة المضادة اللي بتلعب على الحتة الجوانية، الحتة الرومانسية، الحتة اللي هي عارفين الحنينة اللي كل قلوبنا مع أولادنا وبنشجع ولادنا يا جماعة الدليفري، يا جماعة العمالة المصرية، طب ما أنا لما هقاطع، طب قاطع بقى تليفونك، طب قاطع عربيتك. خلاص يا باشا، أنا ده جبته وبستخدمه ومضطر استخدمه عشان أنا دافعة فيه دم قلبي. احنا بنتكلم على اللي تقدر تجيبه النهارده. لو انا رايحه دلوقتي مكان وهشتري دي عليها الهبه، نسبه للهبه، ودي للمصري، ودي بتاعت المصري التاني او اي دوله عربيه، لا انا هشتري دي. لكن لو انت اوريدي بتتعامل مع حاجه خطيره، حاجه حيويه، حاجه حياة او موت، دواء مثلا، لو دواء لا ما اقدرش اقول لك قاطع غير لما الاقي لك بديل، يبقى انا بظلمك. لكن النهارده انا بنصحك تقاطع كل منتج عليه دم ولادنا، بيقطع كده نسبة، ها، ويغير اللوجو وما عملش ايه، ده زي ما يكون بيعمل لك كده، بيقول لك اهو خد يلا، مش انتوا ما هتقاطعوا، هم بيدعمونا اهو، والله العظيم بيعمل لنا كده، بيبعت الصور وعليها اللوجو وعليها. ماله الاكل المصري؟ اثر معاكم في ايه الاكل المصري؟ طول عمرنا كنا بندور عليه في الشوارع، وكنا بنعشقش الا نقعد في الشارع جنب بتاع الكباب والكفته وهو بيهفهف كده ونقعد ناكل عنده. ها بقى دلوقتي يعني احنا غلب وعنطزه يا جماعه، مش عايزين نتكلم يعني ايه تروحي تجيبي، هو مرتب ابوكوا فيه كام 100 جنيه ولا كام 150 جنيه ولا 300 جنيه ولا 400 جنيه عشان تجيب بيه سندوتش ايه؟ وبرضه ارجع اقول انا بقاطع مش عشان انا الغلا، لا، حط نية، حطوا نية يا جماعة عشان كل حاجة تبقى بالاجر والثواب، يبقى انا عملتها بنية لله. انا قطعت علشان اول حاجة بيساندوا الهبة، تاني حاجة علشان انا عايزة اشجع عمالة بلدي واكل بلدي ومنتجات بلادي، منتجات بلادنا العربية. اخر حاجة اقول عشان برضو غالية ممكن احطها في النوايا، بس اول نية يا جماعة علشان خاطر ان انا بساعد ولو باللي اقدر عليه، اللي اقدر عليه ان انا يعني ده بياخدوا، ده علني، بياخدوا كده جزء من ارباحك بيصرفوها عليهم هناك. ارجوكم محدش يأثر عليكم، محدش بيقطع رزق حد ولا حد بياخد رزق حد ابدا. الشباب اللي هيسيبوا هنا هيشتغلوا عند الاماكن المصرية التانية. وارجوكم بقى المصانع المصرية والمنتجات المصرية، آن الاوان تحسن الجودة بقى، آن الاوان تهتم بالتفاصيل، الديتيلز دي هي اللي تخليني اجيلك. ما هي دي التفاصيل اللي كانت بتخليني البس من بره واجيب من بره واكل بتاع بره. اهتموا بقى بالتفاصيل علشان ما نبصش بره، نبص جوه ونركز جوه. دي انتفاضة بقى، دي الانتفاضة الحقيقية اللي تحصل في بلدي، ان انا اهتم بالتفاصيل واهتم بالشكل العام والمظهر العام والتيتيلز، التفاصيل البسيطة اللي هتخليهم تجذب الناس ليا والمنتجاتي والحاجتي. مش كده؟ آن الاوان بقى يا جماعة نسيبنا من بره ونبص جوه، وان شاء الله نصر ربنا قريب. سلام عليكم.